الأخوات والإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الكرد في عيون المعاصرة، وحلقة جديدة مع فنان انتشر وذاع صيته من المحيط إلى الخليج. عرف بمواقفه الجريئة التي هي كانت في فحواها سياسية، لكنها كانت توظيفا لفن يجيده. هذا الرجل الذي عرف بمناداته للحرية ومساواته وتكافؤ بين المكونات كلها، سواء في الدم أو في القيمة أو في الكرامة، فغنى لكل الأحرار في كل مكان وشارك همومهم. سميح شقير اسم من ذهب في عالم التحرر وفي عالم الفن أيضا. هذه حلقة لنرى معه في برنامج الكرد في عيون المعاصرة كيف ينظر إلى الكرد وإلى غيرها من المكونات والقوميات. أهلا وسهلا بكم أستاذنا. يسعد مساك وشكرا للمقدمة الجميلة. شكرا. الله يبارك فيك أستاذنا. أنا أريد أن أتجه معك، كيف تنظر إلى القوميات؟ أنت رجل من قومية عربية، كيف تنظر إلى القوميات بشكل عام؟ ثم بعد ذلك سأسألك إلى القومية الكردية ماذا تعني لك؟ سؤال مهم وعميق، أو يفترض إجابة عميقة، لأنه موضوع ذو شجن حقيقة. يعني حتى فيني أبدأ أقول أنه ببداية حياتي أنا كنت يعني خليني أقول قومي عربي، يعني بمعنى أرى فيها الخلاص لوضع القائم. يعني كان عندي قدر كبير من الانتباه لضرورة هذه الوحدة العربية، يعني هذا الأمل اللي موجود عند كثير من العرب يعني كان يحيا داخلي. لكن مع مرور الأيام كنت أكتشف مخاطر لهذا الحلم نفذت على أرض الواقع حينما جاءت أحزاب قومية ومارست الكثير من الطغيان على هذا المجتمع باسم القومية وباسم الاشتراكية وباسم عناوين كبيرة منها. نعم، يعني لكن القومية كان يعني على رأس هذه الدعوات. فهذه الممارسة لمفهوم القومية أشعرني بالخطر أيضا الكامن عندما تتولى قوة سياسية أن تتظلل بهذا الشعار الجميل والرائع، ولكن على أرض الواقع هي ممكن أن تستبد وأن تحرف مسار النمو المجتمعي وتطور المجتمع باتجاه أن يكون مجتمع معافى معاصر، وتعلق على مشجب الصراعات كل هزائمها هذه الطغمات، يعني وهذه الحكام اللي ساروا في هذا المسير. فجعلني أنتبه لضرورة المواءمة ما بين هذا الحلم الجميل الذي يتطلع إليه الإنسان بشكل طبيعي، وبين من يمكن أن يستغل هذا الشعار ليمارس فاشية ما، أو ليمارس استبدادا ما. يعني أنت ضد التوظيف السياسي للقومية لتحقيق مآرب سياسية؟ بالضبط. طب لو كانت هذه المآرب استبدادية؟ أيوة نعم، هذا هو. يعني إذن الاحتراز هو أن يتم الاستخدام التعسفي للقومية. نعم. طيب. يجب الانتباه، يعني بعد التأمل الطويل بهذا الموضوع أجد أنه هذا الإصرار على الحلم شيء طبيعي، ولكن يجب الانتباه بشكل كبير جدا لمن يمكن أن يستغل هذا الحلم ليؤبد سلطة، كما حدث لدينا منذ أكثر من 50 أو 60 عام. نعم، لكن هذا لا يثير كوامنك تجاه القوميات الأخرى، يعني ما يكون في عنا ردة فعل بسبب توظيف سياسي سلبي للقومية. أخذنا من القومية أو من القوميات موقفا معاديا. سألتني عن القومية، برجع بقول شيء آخر، إنه أين كان المجتمع تفكيره من بدايات التكون المجتمعي؟ كنا نلاحظ إنه في أشكال حمائية للإنسان للمواطن،
الأسرة، العشيرة، القبيلة، الطائفة، إلى ما هنالك من وصولا للقومية. أيضا هي عبارة عن دوائر حمائية في عصور كان فيها هذا الصراع يتشكل على ضوء هذه الدوائر، يعني هي دائرة حمائية. ولكن تطور العصر أوجد شيء اسمه دولة المواطنة. هذا من تبديات العصر الحديث، والفكر البشري وصل إلى أن يجعل الشكل الحمائي للمواطن ليس هو انتمائه لا لعشيرته ولا لقريته ولا لا، يعني أعمق من ذلك. أصبح هناك كوننا لدولة تعيش ضمن قوانين يتساوى فيها كل الناس. وفي هذه نبرة جديدة ومهمة أيضا بتطور العقل البشري والعدالة الإنسانية، وبالتالي أصبح يعني هذا الهدف، صياغة هذه دولة المواطنة التي تتكفل بأن تكون تعطيك أنت كمواطن كل ما تشتهي بمعنى انتمائي. يعني أنت ليس ممنوع عليك أن تمارس كل ملامحك البيئية، قيمك، شعائرك، هويتك، ثقافتك القومية، يعني بمعنى لا تدعوك للتعصب. ليس هناك ما هو مأخوذ منك كي تريد أن تسترده، وليس هو الهوية. يعني أصبح هو هوية فوق الهويات. عرفت كيف؟ ويقدم لكل الهويات اللي ما دونها الحماية ويعطيها الفرصة بالحياة. أستاذ سميح، ألا ترون أن غياب مفهوم المواطنة أدى إلى التوحش للمكونات في داخل المجتمع الواحد وانكفاء على بعضها البعض؟ أنا دعني أقول لك، عندما يتم تجريد الكرد من جنسيتهم، حتى أن هناك كان كرد في سوريا مكتومي الولادة لا يوجد لديهم، كلنا نعرف ذلك يا صديقي. والتغيير الديموغرافي الذي تم في مناطق غالبية كردية، سواء ما قبل الثورة أو ما بعد الثورة حتى أيضا برعايات دولية. ألا ترون أن هذا يعني غياب هذا المفهوم هو الذي أصل لفكرة أيضا عند الكرد هي بأن يبحثوا عن الخلاص بعيدا عن المجموع؟ بكل تأكيد لكل فعل رد فعل. وهذه المظلومية التاريخية للكرد أكيد سيكون لها آثار، ونجدها اليوم عند عدد كبير من الأصدقاء الكرد. وأنا أتحدث من موقع يعرفه الجميع، من حيث أنه يعني علاقتي مع القضية الكردية، إيماني بأنها قضية عادلة. نعم، غنيت لها مبكرا في وقت كان من الخطر أن أغني لهذا المعنى. فمن هذا المكان أنطلق لأقول بأنني أتفهم تماما هذه المظلومية ووعيتها منذ زمن بعيد، ولكن لكل فعل رد فعل. وما أتمناه أن لا يبلغ رد الفعل حالة معاكسة لما هو قائم، يعني أن يغيب التوازن المشهد على ضوء وجود رد الفعل. يعني أنا محروم من شيء فأقفز إلى الضفة الأخرى بظروف مختلفة، بحيث أنه أتعسف باستخدام حقوقي أو أذهب بعيدا أكثر مما يتطلبه الظرف الإنساني الدولي للمواطنة. الوضع السوري الذي هو مهدد اليوم ويتطلب وعيا خاصا من كل المكونات السورية إن أردنا أن نعيد استجماع جمع سوريا، لأنها اليوم في حالة مهددة. لكن أستاذ سميح لي أكون معك صريحا، يعني إذا تجاوزنا خطايا السياسات الخاطئة للأنظمة السياسية، حتى الكثير من المتحدثين باسم النخب والمعارضة لم يكونوا أحسن حالا. اليوم هناك أوصاف تطلق على الأكراد: انفصاليين، صحيح، أحزاب ملاحدة. التقييم يأتي حتى أيضا بمفردات من دول جوار، يعني أنت يقال على حزب كردي انفصالي أو إلحادي.
بالعادة لا يمكن الممارسة السياسية أن تتهم بأنها ملحدة أو انفصالية، تتهم صحيح. بأن ليس لديها مشروع أو أن مشروعها يحتاج إلى تقييم وإعادة نقد. أيضا هناك أيضا تصريحات يعني خطيرة، خلط ما بين أخطاء حزب ما وقومية شعب ما. ألا ترون أن أيضا النخب تتحمل، أنا أتحدث عن النخب العربية، تتحمل وزرا أيضا في انكماش الكرد عن المشهد العام، وأيضا تفكيرهم بعقلية الخلاص الفردي. الأقليات يعني وأنت أستاذ يعني كبير تعرف أن الأقليات تفكر دوما بحكم خلاصها الفردي، لأن هي ترى نفسها مستهدفة، فهي إذا لم تجد أن المجموع العام يحقق لها ما تريده، سواء من استقلال هويتها، من إبراز خصائصها، سواء دينية طائفية كانت أو قومية أو لغوية إلى آخره، سوف تنكفئ وتبحث عن مسلك جديد لها بعيدا عن هذا. أنا أريد أن تتحدث عن النخبة العربية، لأن أيضا نريد أن نسمع منك ترشيد لهذا الخطاب. بصراحة أنا أنتقد تماما موجة من الكراهية والتجيش تجاه الكرد، وخاصة بعد أن أقدموا على مشروع الإدارة الذاتية. وكلنا يعرف بأن يعني القوى التي تهاجم بهذه الضراوة وتستخدم الإعلام المتاح ليقوم بهذا الهجوم الكاسح وهذه الأوصاف الشديدة السوء، وهي حقيقة معروف عنها أنه تخضع أيضا المزاج التركي اللي هو في حالة عداء مع الكرد. وهي القوى اللي هي يعني تثير هذه الزوابع، يعني هي كأنما تأخذ كثيرا من هذه الروح السياسية التركية تجاه الكرد. وكنت أتأمل أن لا يقع السوريون بهذا الفخ حقيقة، لكن هذا ليس جديدا، لأن الوضع السوري هو عبارة أصبح عن مجموعة قوى أمر واقع. يعني نفتقد اليوم في كل أرجاء سوريا إلى الشرعية، قوة الشرعية. هناك شرعية القوة، شرعية القوة ابتداء من النظام، أم في الشمال السوري، أم في الإدارة الذاتية. ليس هناك حالة انتخابية تؤكد أن من يحكم أو يسيطر في هذا الركن هو مدعوم شعبيا. عرفت كيف؟ وحتى خليني أقول يعني انتهينا من قصة الرفض كامل لهي الموجة واللي بعتقد أنه انزلق إلى كثير من المثقفين اللي كنت أعتقد أنه سينأوا بنفسهم عن هذا المزاج، من أجل أن يكونوا بالعكس، أن يكونوا هم الحصن المنيع الرابط لهكذا تجاوزات. أنه في من يتجاوز، لكن في من يرد على هذا التجاوز ويؤكد عمق هذا. عم نتحدث عن الكرد مثلا، عمق وجودهم ضمن النسيج السوري ونقدهم في حال وهم يقوموا بهذه الإدارة، نقدهم على أرضية إيجاد مشترك معهم. يعني وأقول أكثر من ذلك، أنا يعني بالنسبة للإدارة الذاتية مثلا بظروف التي نشأت فيها، أنا أسعدني أن ينفصلوا عن النظام مثلا، أو يسيطروا على ركن من سوريا لا يسيطر عليه النظام. استبشرت بذلك، لأنه هذا النظام القاتل حقيقة يعني الخروج من تحت سيطرته هو مقدمة قد تكون لكثير من الأحرار أو الذين يرغبون ببناء سوريا الجديدة، سوريا المواطنة إلى ما هنالك. وخاصة أن الإدارة الذاتية ترفع شعار المواطنة وسوريا الديمقراطية. ولكن هل ما يحدث، يعني هناك ما يمكن نقده في تجربة الإدارة الذاتية، نقده على صعيد أنه بعتقد أنه من الديمقراطية أن تكون منتخبا في مرة سنين كثيرة. لماذا لم يجري انتخاب هيئات؟ لماذا هناك سيطرة لحزبية على المقاليد
الحقيقية. يعني هم يقولون أنها هذا تجربة ناشئة وأنهم يريدون تطويرها، ونحن ننقدها. نعم نقول هذا حق. نقول ممارسة. بأننا نريد أن نعطيها الشرعية، أن يعطوها الناس الشرعية لتكون تمثيلها أعلى ولتكون تؤكد استحقاقها أكثر، لتكون ديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، وبالتالي لابد من انتخابات. ونحن متأثرين حقيقة بالمنطقة بتأثير حزب البعث كحزب ايديولوجي مغلق عمليا، فلا نتمنى من أن يكون هناك أي تجربة مشابهة ولو اختلفت الأحزاب. نتمنى حجم مشاركة سياسية تعبر عن المجموعين. لاحظ أنك انتقلت معي لنقد الممارسة السياسية لدى بعض الفصائل الكردية الخاطئة، لكنني أنا أتحدث كنت معك حول الفاعل السياسي الذي بالفعل جعل من المجتمع بأكمله منعزلا عن بعضه البعض. يعني أنا وإذا ابتعدنا عن نقد النخب السياسية، أنا تحدثت معك حتى عن النخب الفكرية، يعني النخب الفكرية التي تقبل أن تتهم شعبا ما بأنه ملحد أو بأنه ينتمي إلى أحزاب انفصالية أو أنه تقبل بالتغيير الديموغرافي والتهجير الذي حصل فيه. هذا بالنسبة لي خارج النقاش. يعني أنا أناقش يعني خطابا عاقلا، أما خطابا متطرفا عرف كيف، فهو دون مستوى أن أناقشه. يعني الوجود الكردي في سوريا، هذا كونه جزء حقيقي من النسيج السوري، هذا ليس عرضة للنقاش. هناك تاريخ، هناك شخصيات كانت تحكم أيضا في سوريا وبكل المجالات، ونحن كسوريين يعني لم ننتبه سابقا أصلا لوجود هذه الفوارق. ولكن كنت أقول دائما بأنه هذا التلون السوري يعني ممكن أن يكون غنى، ممكن أن يشكل غنى موارد اجتماعية وفكرية وثقافية، ولكن بنفس الوقت إذا استخدمه حكما ما أو أمنيا جرى التلاعب فيه، التوظيف الأمني، فممكن أن يعني يسبب إشكال. عرف كيف أنه هذا التنوع ينقلب إلى مصدر لإثارة النعرات، وهذا ما دأب عليه النظام حقيقة. نعم، النظام كان يتعامل مع القوميات إما على أساس الاحتواء، أن يحتويها أو أن يمتطيها، أو الاحتواء أو الامتطاء أو الإملاء، واستغل كل الأوراق. نعم. حقيقة كان له الوقت الكافي لسيطر على المجتمع جماعيا وفرديا ومجموعات وطوائف وإلى ما هنالك. يعني هذا أصبح معروف. هل يولد الإنسان عنصري يكره غيره، أم أن الفاعل السياسي يلعب دورا؟ هي ثقافة. يعني بإمكان الدولة بكونها تربي الأجيال. هناك مناهج تعليمية، هناك تلفزة، هناك إذاعات، هناك إعلام، في منهج معين بتداول هذه الأفكار، والتجربة العالمية موجودة. يعني كيف يمكن لشعب ما نقله من مرحلة إلى مرحلة، أو تعميق الحس الوطني عنده، أو هذا التكاتف في النسيج الداخلي. منذ مجاملة، هل ترى أن مجتمعاتنا هي تحمل ثقافة عنصرية فيما بينها؟ نعم تحمل، والسبب في ذلك هذا تاريخ طويل. يعني هناك دائما في مجتمعنا سرديات موازية، يعني عندما لا يعيشها الناس بشكل حقيقي. يعني أنا وقت بتحرك بالمجتمع السوري، وكان لي فرصة أنه كفنان رحت وجيت ولي أصدقاء من كل أنحاء البلد، أنا لا أحس بتأثير هذه السرديات، ولكن أعرف أنه هي موجودة هي بين أي مدينتين متجاورتين، موجودة بين أي طائفتين. يعني لنعترف أنه هي سرديات، في هناك سرديات تنال من الآخر أو تستعرض ذاتها أكثر، أو ترى أنها هي المحقة أكثر أو هي الأهم. هي سرديات ما فينا نقول أنها مو موجودة، ولكن الوعي وبناء الدولة الحديثة هو اللي كفيل بطمس هذه السرديات والذهاب نحو حالة أجمل وأرقى. خلينا نفرق. إذا أردنا منك نقاط علام للفاعل السياسي حتى نتجاوز فكرة
التجيش المتبادل بين المكونات الرئيسية في المجتمع سواء كان عرب أو كرد وغيرهم. الفاعل السياسي، ما هي أهم نقطة حتى أنتقل معك ثم إلى النخب ثم إلى عامة الشعب؟ أول شيء الفاعل السياسي، ما المطلوب منه لتجاوز حالة التجيش سواء كان من سلطة أو معارضة؟ العامل الرئيسي أيا يكن هو يجب عليه أن يتحلى بالقدرة على التأثير دون امتلاك وسائل التأثير من إعلام، من حكم مجتمع، من بوسائل مختلفة، من مناهج تعليمية، من جانب ثقافي، ضخ ثقافي في رؤية معينة. لا يمكنك أن تفعل الكثير، يمكنك دائما من أي نقطة أن تفعل شيء ما، ولكن إذا تتحدث على صعيد وطن كيف، فلا بد من أي عامل معين أن يمتلك التأثير، وأعتبر أنه كل من له تأثير هو جزء من هذه الآلية حقيقة. الآن النخب السياسية سواء كانت سلطة أو معارضة، لو بكلمة موجزة ما المطلوب منهم؟ يعني في شيء له علاقة بالأمنيات، أنه بالأول مستوى التعاطي هو منخفض، أخفض بكثير من المأمول منه، لوعي طبيعة هذا الصراع ووعي ضرورة العمل على إيجاد مشتركات. نحن في زمن خطير من حيث أنه يهدد وحدة سوريا حقيقة كنسيج بعد كل هذه السنين من الحالة الحربية والقمع وما هناك تهديد. بعدين هناك على الأرض ما يشبه حالات انفصالية في الشمال، يعني انفصالية بمعنى أنها متشتتة، وبالتالي نحن يجب أن يكون لدينا الوعي لإعادة جمع هذا التفرق حقيقة. وأكيد لن ننجح تماما إلا إذا ذهب هذا النظام، ولكن علينا أن نمتلك الرؤية مبدئيا، وأن ننسج علاقات مع كامل المكونات بما أمكننا من المشتركات، البناء على المشتركات. نشوف اليوم الحوار هو حوار يعني خليني أقول ترصدي، عرفت كيف؟ يعني أترصد الآخر على أخطاء والكل يخطئ، عرفت كيف؟ لكن ألا تلاحظون أن هناك مبالغة في من المصطلح نفسه، مبالغة في الترصد لأخطاء الكل؟ يعني يتهمون بالانفصال طبعا، لأنهم يرفعون صورا لشخص، ولكن نفس المناطق الأخرى التي هي لا تتبع لهم يرفعون صورا لرئيس آخر ويتعاملون بعملته. هؤلاء اتصاليون وهؤلاء انفصاليون. المبالغة موجودة يا صديقي، يجب الإقرار فيها، ولكن لذلك أنا كنت نقدي مثلا لتجربة الإدارة الذاتية، وهناك تواصل مع عدد من الأصدقاء لديهم، وأنا أؤكد أن عليهم الحرص على بناء النموذج. نحن في سوريا ما بعد 2011 كنا نفتقر دائما إلى النموذج الجاذب بما فيه الكفاية، البديل المشروع، أيوة، ليرد على كثير من التناول الممكن دائما والموجود لأي ظاهرة جديدة أو لأي تجديد في المجتمع أو لأي خروج على النمط. هناك هجوم كاسح، وهناك مستفيدين من هاي الهجومات لتعميق هاي الفوارق بين هاي المكونات. النخب ماذا تتجهون إليها؟ يعني هي تتحمل مسؤولية تاريخية بأن تشكل حالة الوعي الجمعي المتقدم، يعني بظل حالة القمع والرصاص والتفجير. يعني هناك من يجب عليه أن يخرج رأسه بيقولوا من ما يحدث قليلا، ليمتلك إمكانية أن يفكر، أن لا يكون فقط جزء من الحدث. يجب أن يستبق الحدث، ولكي يستبق الحدث يجب أن يكون قادر أن يمتلك الرؤية، وهي مهمة المثقفين بكل بلاد حقيقة. وأنا أرى هناك حقيقة تقصير واضح جدا، وأرى خلال السنين الماضية هناك التحاق للمجاميع المثقفة خليني أقول بالموجة العاطفية أو بالسائد من التفكير، الخطاب الشعبوي، أي بالخطاب الشعبوي، في التحاق فيه بدل أن تفترق عنه. ولكن الافتراق يتطلب شجاعة،
لأنه باللحظة التي تفترق عن شيء سائد لابد أن تواجه نقد قاسي بجوز. عرفت كيف؟ ستثبت اللحظة التالية أنك كنت على حق، وبالتالي ستمتلك مشروعية أن يذهب إليك أو لفكرك يتحلق حولك الكثيرين، ولكن بدون هذه الشجاعة في طرح الأفكار المختلفة عن السائد أو عن الأفكار الشعبوية سنبقى بحال يرثى لها حقيقة. طيب عامة الشعب ما هو رأي الفنان سميح في تكوين مشتركات بين الكرد والعرب وبين سائر المكونين؟ شعبنا من أطيب الشعوب، يعني أنا قلت لك أنه تجولت كثيرا ولي أصدقاء بكل أنحاء البلد، أدرك تماما طيب هذا الشعب، ولكن على بساطة وطيب هذا الشعب أنا أدركت أنه أي شخص طيب وبسيط ورائع، عرفت كيف، إذا مورست عليه نوع من البروباغندا لوقت طويل، أو إذا جرى إفهامه بأن هناك حياة أو موت أو هناك من جاره جاي يقتله، عرفت كيف؟ يعني ممكن يتحول هذا الشخص اللي أنت بتعرفه عن جد، بتعرفه قديش إنسان رائع وطيب، ممكن يتحول يطلع الوحش داخله، يعني عرفت كيف؟ المشكلة إنه هاي البروباغندا اللي مورست خاصة أثناء الثورة فعلا يعني خلتنا نشوف أشياء ما كنا نتوقع إنه تحدث داخل مجتمعنا أو ينفذها ناس من هذا المجتمع. بس يبدو هاي سيكولوجيا الإنسان يعني بالآخر اللي هو يتأثر، وممكن تدجينه عبر عقود كثيرة. فأعتقد أنه هذا ما مورس على الناس الطيبين، وجعلنا نشوف حالات من التوحش حتى عند الناس لطالما عرفنا عنهم الطيبة. هذا جانب. الشعب ماذا يريد؟ يعني يريد المثال بالآخر. هي الناس مسالمة، تريد أن تعيش بصراحة بسلام بكرامة. يعني لاحظ اليوم ماذا يجري في السويداء، هذا مثال. شوف الصورة البهية والنقية والجميلة لهذا الحراك، بمجرد أن توفر الظرف المناسب لأن يمتلكوا قدر من الحرية. شوف أي استعراض للجمال يقدموه يوميا في هذه الساحات. ورفعوا شعارات لعفرين أيضا. طبعا هو يعني أنا اليوم بعتقد أن السويداء تقدم مثال متقدم لأنها تجاوزت محليتها، لأنه طرحها هو عبارة عن أنه نحن ننطلق من هنا من أجل كل سوريا، لا ننطلق من أجل ذاتنا، لا ننطلق من أجل أن نحقق خطاب الثورة في البدايات كانت الشعب السوري واحد، وكان يعني قبل أن تنحرف حقيقة إلى قبل أن يحرفوها إرادة الممول. نعم. هذا هو جوهر شعبنا اليوم بنشوفه بالسويداء بقليل من الحرية عندما يمتلك. شوف كيف بيقدم نفسه وكيف يتطلع إلى المكونات الأخرى أو إلى الأرجاء الأخرى من سوريا. يعتقد أنه هو مسؤول عن كل هاي المساحة، يقدم كل ما يقدمه من أجل الجميع. وهي نفسية الثائر الحقيقي. الثائر لا يثور من أجل تحسين ظروفه الشخصية فقط، الثائر هو يثور من أجل المجتمع ويدفع هذه الفاتورة ويدفع بالتضحيات، ليس من أجل نفسه فقط. للأسف أستاذ سميح يعني خضعت أجندات كثيرة من الثورة لإملاء دول الخارج، مع أن دول الخارج هي التي في كل لحظة ترفع شعار أن المشكلة الداخلية سببها وجود اللاجئ السوري. دعني أسألك عن إقليم كردستان يحوي الآن مئات الآلاف بلا مبالغة في شمال العراق. نعم. في إقليم كردستان يعيشون مواطنين من الدرجة الأولى. طيب لماذا هنا لا تذكر هذه التجربة بينما يتم التعامل بشكل يعني حتى بصراحة في شيء من السادية، يعني القبول الكبير للإملاء لدولة ما ورفض الإقرار بتجربة جيدة مثل تجربة إقليم كردستان في التعامل مع اللاجئين؟ ما السبب في ذلك؟ أنا برأيي تجربة الإدارة الذاتية ما زالت مطلوب منها إقليم كردستان
ما طرحته أنت كمثال. نعم. عم تقول ليش الآخرين ما يساووا مثله. نعم. هيك فهمت نعم. منك. وأنا عم بقول ليش هيك، لأنه لم يصنعوا المثال بجودته. هم طرحوا أفكار جيدة ويطرحوا اليوم أفكار متقدمة أكثر من السابق، ويمدوا إيديهم بشكل واضح للديمقراطيين السوريين على عموم رقعة الأرض السورية، ويؤكدوا عدم تطلعهم لا انفصال ولا ما هنالك، أنهم سوريون ويريدون أن يضعوا أيديهم بأيدي السوريين الراغبين ببلاد حرة وديمقراطية، وهذا شيء جميل جدا. ولكن قلت لك النموذج اللي أوجدوه عليه مجموعة ملاحظات، وهي عم بيكون هي التناول لهم عم بيجي من هاي الزاوية. أرجو أن ينتبهوا إلى ذلك، أرجو أن يحققوا قدر أكثر من التعبير المجموعات الموجودة، لأنه موجود كل يعني مو بس كرد، موجود في هاي المنطقة، العرب، الشركس، السريان، الأشوريين، ما هنالك. أن يكون هناك تمثيل أعلى لهذه المجموعات ليشعر الجميع بأنه هو سيد نفسه في هذه اللحظة. وأيضا بشكل شخصي أطلب منهم أنه التقليل من الطابع الإيديولوجي، لأنه يعني حاليا معاصرا يعني كل الإيديولوجيات تتراجع لحساب فكر جديد، فكر ديمقراطي، فكر بناء دولة حديثة لا يؤسس على الإيديولوجيات، يؤسس على البرامج. برامج يتقدم فيها حزب فلان أو حزب فلاني، والبرنامج الذي يخدم الناس أكثر ويجعلهم يتقدمون ويجعل النمو أعلى هو الذي يتبع. فأتأمل منهم أيضا إعطاء يعني تعبير أعلى للمجاميع الموجودة داخل نطاق السيطرة، وأرغب كثيرا بأن يتقدموا بهذه التجربة وأن يتلاقوا مع التجارب المماثلة، مثلا تجربة السويداء الناهضة كتعبير عن الحس الشعبي الثوري هذا الرافض للنظام والمتطلع إلى جمع أيادي السوريين سوية، والمطالبة 2254 كمفتاح للحل. أرجو أن تتوحد هذه الأيادي بين الشمال والجنوب، والإمساك بهذه الحلقة الأساسية، وبالتالي بنكون عم نخلق هذا المثال هو الذي يستقطب، جودة المثال هي التي تستقطب الآخرين، ونحن بحاجة لجودة المثال حقيقة. أنا كنت قد سألتك حول الإقليم كردستان وكيف تعامل مع اللاجئين ولم يتشكى من وجودهم، بينما دول أخرى ما زالت كثير من الفصائل تدين لها بالولاء، وهذه دولة تشتكي. يعني كل ما حطت إيدها بتقول أنه المشكلة هي مشكلة لاجئين سوريين تحديدا. هناك المئات الآلاف في إقليم كردستان من السوريين الذين وفدوا. بعرف هذا الشيء. هذه ألا يستحق هذه التجربة، تستحق الإشادة؟ لماذا يتم التعاطف مع هذه البلد التي هي بالفعل كسياسة تقوم بشيء من حقن الشعب بأحقاد فيما بينها، بينما هذا الإقليم الذي استوعب ولم يتعامل مع اللاجئين كصفة لاجئ وإنما مواطنين من الدرجة الأولى؟ نحيي هي الروح، وهي الروح يعني لم يتفرد فيها فقط هذا. يعني في مصر مثلا يعني أيضا وضع رائع للاجئين، وهي هذا الحس الإنساني العالي والحس بالإخاء مع هدول الناس. يعني أبناء هاي المنطقة يعني اللي قسمت بطريقة سياسية بنعرفها نحن من بداية القرن الماضي. يعني هاي الحدود لا تعبر حقيقة عن انتماء هاي الناس. يعني هاي الناس متشابهة بالتربية، بالثقافة، بالأفكار، بالانتماء، وبالتالي ما بشوفوا نموذج غريب أن يرحب. بالعكس، هذا هو النموذج الجميل والذي يتطلب الإشادة فيه والتماثل معه حقيقة. أنا أريد أن أطالبك بنموذج لفن حر تم توظيفه في الدفاع عن الإنسان وقضايا، في التحرر من الاستبداد واللغة الأمنية والنظام الشمولي وتفريق القوميات وتحويلها إلى يعني خنادق مشتعلة قابلة للاشتعال في أي لحظة. أريد أن أستمع منك إلى مقطوعة، هل يمكن هذا أستاذ سمير؟ ممكن. نعم ممكن بالتأكيد. تفضل يا سيدي الكريم.
حيف يا حيف يا حيف أخو يا حيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتق لهم كيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف واطفال بعمر الورد تعتق لهم كيف وانت ابن بلادي تقتل بولادي ظهرك للعادي وعلي هذا السيف يا حافل يا حافل ظهرك للعادي وعلي هاجم السيف يا حافل يا حافل وهذا اللي صاير يا حافل والدرعة ويا يما ويا حيل وهذا اللي صاير يا حيل والدرعة ويا يما ويا حيل. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني والحطم جدار الخوف الفار كالفخار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. كفنان، هل يمكن أن يسهم الفن في تقليص دائرة العداوة بين المكونات؟ الفن بطبيعته هو يعني رسالته الأساسية هو الدفاع عن الجمال، وأكيد التفرقة هي ضد الجمال. ومن الطبيعي أنه الفن بيتوجه دائما للنفوس، للروح، وجانب روحي يعني من الحياة. فبكل تأكيد هناك تأثير للأغنية مثل باقي ألوان الثقافة على تكوين الإنسان وبالتالي على سلوكه. يعني ما يستقر في الوجدان لابد أن يتحرر بشكل سلوكي. يعني من أين يأتي الإنسان بسلوكه؟ من مرجعيته الأخلاقية الفكرية، انتمائه لشو بيعبر عنه بسلوكه. فطالما الأغنية ذات تأثير بهذا المجال، وطالما أنه لطالما كان النموذج الجيد منها طبعا هو نموذج إنساني يحفر في التفاصيل، بيحببك بالحياة، بيجعلك مدافع عن كل جمال فوق سطح الأرض. يعني فبكل تأكيد كل هاي الإنسانية وكل هذا الجمال اللي فيه هو ذخيرة للناس مثل قلت مثل باقي ألوان الثقافة. تجربتك كيف وظفت أنت الفن في يعني خدمة القضايا الكبرى أو التلاقي بين أبناء المجتمع الواحد؟ هو الحقيقة بداية تجربتي كان لها طابع إلى خصوصية شوي، إنه فيها طابع الرسالة أكثر من إنه أنا كنت ناوي إنه غني مثلا، عرفت كيف؟ لا، كان بذهني إنه قدم تجربة لأغنية بتحكي عن جد، يعني عن شيء عم بيصير معنا
مو أغنية هيك مكتوبة على الورق أو إنه بتحكي عن العواطف بشكل فيها تجريد وفيها سطحية، عرفت كيف؟ وأغنية سائدة مواربة، يعني لا تتصادم مع الواقع أو تهرب من أي صدام أو أي منحى سياسي ممكن له تكلفة، لأنه لا تريد أن تدفع ذلك. فكان عندي رغبة انه اشتغل هي الاغنية حمالة المضمون، يعني اللي بيحمل هموم الناس وآمالها، والتقط من وجوه الناس التفاصيل اللي كنت عم بتأملها، لأحكي لأكون شاهد على عصر كان هذا التأسيس للتغيير المجتمعي، عارف كيف؟ عبر الفن. كل الأغنيات كانت عم تحفر في الواقع من أجل أن 82 لكان من أجل أن تخط معناتها كان في تغييب، يعني كان هناك في تغييب. طبعا يعني الأغنية هي ملامحها متوقع أنه ينفرش السجاد يعني، ولا أنت تواجه بالتعتيم والتضليل طبعا كل هذا تعرضنا له لوقت طويل. وانتشار أغنيتنا هو ناجم عن قدرة الكاسيت، بجوز بزمانه كان في الكاسيت قدرته على أنه أنت حبيت الأغاني تخبر غيرك عم يقتنيها ويطبعها. أما هاي وسيلتنا الأساسية، إضافة للحفلات ما استطعنا إنجازه من حفلات، لأنه كانت تغلق بوجهنا كثير من الأماكن والمسارح والإذاعات فهي رحلة طويلة، يعني بينحكى عنها طويلا، أنه أنا ما بلشت من ياحيف، يعني ياحيف ليست استثناء عن مسار طويل كان كله هذا. يعني اجت الثورة فكان لابد أن ألاقيها بأغنية أكيد، لأني أنا كل حياتي كانت هي تمهيد لهي اللحظة، لهي اللحظة الفارقة كثورة يعني. يعني هذا اللي بقدر أقول لك عن الفن. كيف علاقتكم بالفن الكردي؟ كيف تنظرون إليه؟ يعني أنا ما بشوفه منفصلا، يعني أنا بشوفه هو جزء، يعني مثلا الفن التشكيلي قديش في فنانين كرد، بس ما بشوفهم أنا فنانين كرد، يعني بجوز أنت تشوفهم كذلك يعني، بس أنا بشوفهم كسوريين، يعني سوريين كرد، عرفت كيف يعني. ما بشوف لا أبحث عن الاختلاف، بشوفهم جزء من مبدعيننا يعني. وأجهل حتى انتماءات كثير من أصدقائي، جهلت هذا الانتماء لسنين طويلة لأكتشف فيما بعد بظرف معين. تتحدث عن الفن الكردي، أنت بغض النظر كان سوريا أو عراقيا أو إيرانيا. لا أميزه حقيقة، الفن التشكيلي لا أميزه، إنه هناك أنا صلتي فيه من خلال الفنانين السوريين مثلا. نعم. يعني بشعر أنه هناك مشتركات كثيرة بيننا وبين الفنانين السوريين الآخرين، يعني لا أجد ما هو فارق كفن تشكيلي. كغناء يعني كوني لا أفهم اللغة الكردية، يعني أستمتع في الموسيقى ما تيسر لي، لأنه كمان ما فيه التواصل بالإذاعات أو التلفزة، ضعيفة كتير بالنسبة للكرد حقيقة لتقديم نفسهم إعلاميا. وهون أنا بتمنى عليهم أنه يبذلوا جهود أكبر إعلامية لتقديم نفسهم، تقديم ثقافتهم، تقديم أغانيهم. كل يعني الإنسان هناك جفوة بتكون بينه وبين ما يجهل، بينما وقت بيعرف المعرفة بتعمل وشائج، وهذا كله نحن محتاجينه حقيقة. بالممثلين مثلا، يعني فعلا ما بميزهم. بعدين بعد وقت طويل بعرف بأنه مثلا الفنان لنقول مثلا آل رشي العظيم، الفنان الكبير مثلا، انه كان كردي مثلا، يعني بكتشف هي بالمصادفة، او انا تأسست على ان لا ارى هي الجزئيات. يعني يمكن انا يعني حررت نفسي من كثير من الرسوبيات اللي تسللت إلي، حتى يعني أنا اشتغلت على ذاتي أيضا. الفنانين الكرد يعرفونك ويحبونك، وأعتقد هو بشكل أساسي لأنه أنا كنت نصير لقضيتهم، وبوقت مبكر وبوقت خطر أن تطرح فيها القضية الكردية، وأنا طرحتها. كيف؟ عبر أغنية لي صديق من كردستان، اللي أصبحت معروفة بالنسبة لكل كرد العالم، يعني تناقلوها، يعني حسوا بهذا التضامن، لأنه هن عزيز عليهم هذا التضامن، هو بيشعروا فيه بشكل قليل
يبدو. فهذا تعاطف. عمل اشتياق لمثل هيك شيء. وطلعت هي الأغنية تم تداولها على نطاق واسع جدا. يعني أنا تنقلت بين معظم القارات يعني كفنان، يعني رحت قدمت أغاني وبلاقي كرد وين ما كان بالعالم يعني، وكلهم بيعرفوا هاي الأغنية، وكلهم يعني بيشيلوا لي إياها يعني كقيمة، يعني إنه يدركوا قيمتها يعني بهذاك الظرف، خاصة إنه كان بدها شجاعة استثنائية لحتى تقول هذا المنطق. بهذاك التاريخ كان بائع الكاسيت اللي بيبيع أغنية كردية ممكن يتعرض للسحب وللأمن ولا ما هنالك. ما بيشغل بالي كثير حاليا لا عربيا ولا كرديا ولا غير ذلك. يعني أنا مع آمال الشعوب اللي تحلم كما تريد، وهي اتجاهات مو غلط بالعكس يعني، ولكن ما هي أصبحت الأولوية؟ الأولوية لأنه نعيش نحن بحالة كريمة، عرفت كيف؟ نعيش بأوطان تعترف بكل مزايانا بكل خصوصياتنا، عرفت كيف؟ يعني إذا أنا موجود ببلد شو ما كانت قوميتي، يعني شو حتغنيني قوميتي إذا كان وضعي أنا فقير مفقر مذل مهان، عرفت كيف؟ وفي أمثلة كثير لقوميات تضطهد ذاتها يعني أصلا خذها على صعيد سوريا، يعني يعتبر هذا النظام من داخل البلد، يعني اللي سواه بأهل البلد ما سواه الأجنبي، عرفت كيف؟ فيعني ليس ضامن يعني وجود اللحمة القومية شيء جيد وتطور طبيعي في حال أمكن ذلك. يعني ليش عم بقول في حال أمكن ذلك؟ مثل ما أنت بتفكر ككردي بالقومية، أنا كمان نحن في عندنا قومية مضيعة. ليش القومية العربية وينها اللي حلموا فيها من قرن ونص لليوم؟ شو صار فيها؟ عرفت كيف؟ تم استغلالها واستثمارها لتأخير، يعني عمليا يعني اللي صار لتأخير النمو المجتمعي. رفعت هاي الرايات وتأخر المجتمع لأنه سيطرت أحزاب بهذا الاسم، سيطرت على المجتمع ووصلت للدرجة الفاشية بالتعامل مع الناس، رغم أنه تحمل الفكر القومي. إذن يعني ليست ضامن لكرامتك الإنسانية أنه والله تكون أنت موجود بمكان في كل من قومك. ممكن تكون موجود بمكان مو كل من قومك، ولكن القانون بيوحدك معه. يعني ما حدا بيسألك مين أنت، فيك ترقص مثل ما بدك وتعبر مثل ما بدك وتحكي باللغة اللي بدك إياها، يعني عرفت كيف؟ فإذا صار عندك بمجتمع متقدم، وهذا اللي عم نقوله نحن، الحل في سوريا مثلا هو حل ديمقراطي، حل بمعنى أنه يكون في اعتراف بكل هاي المكونات. هي مو متضادة، مو مفروض تكون متضادة، متكاملة. يعني هذا تنوع جميل ممكن يكون يعطي إضافة وملمح خاص لهي البلاد. ليش لا يكونوا واقفين مقابل بعض؟ ليش يعني؟ بالعكس، أهلا وسهلا باللغة وبالثقافة وبالتعبير، وممنوع حدا يتجاوز عليك لا ككردي ولا كعربي ولا كأي حدا. نحن يجب أن نتطلع بداية، يعني الأحلام ما لنا حراس الأحلام، ليحلم كل من يريد بما يريد، ولكن خلينا نتوحد على مشتركات اليوم، بناء وطن جميل عادل، عرفت كيف؟ في المواطنة هي الأساس، القانون يحمي الجميع ويؤمن لكل حقوقي. كلمة أخيرة لمتابعينك على قناة كردستان باستشار. تحية لهم أكيد، وبعتقد هي كانت فرصة للتواصل معهم، وآمل أن بالمستقبل يصير في تواصل أقرب من ذلك، وأن نذهب كحالة فنية لهم ونغني بين ربوعهم أيضا. ومن هون بحييهم على هذا الاستقبال الجميل لأهلهم من السوريين اللاجئين،
أتطلع حقيقة لأن أكون هناك في وقت ما لأطلع على هذه التجربة الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية اللي خبر بأن هناك نمو مضطرد بهذه المنطقة. كل التمنيات بالنجاح وبالسلام وبأنه نكون دائما قريبين من بعض باتجاه غد أجمل يعني. إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الذي جمع بين المعنى والمغنى، قدم الأستاذ سميح كلمات رشيقة ومعاني دقيقة، وتحدث عن مغيبات في جموع كثيرة لدى العقل العربي والكردي، وكان صريحا جريئا، تحدث دون مجاملة، وطالب أن يستوي الجميع في آمالهم وفي آلامهم، وأن يلتقوا على دولة المواطنة. من باريس نلتقي، ولكم تحية والسلام، وإلى لقاء آخر.